اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده الحلقه الخامسه تقريبا او السادسه من كورس الديجيتال ديزاين عندنا في القناه. النهارده هنتكلم عن اللوجيك مينيمايزيشن، بس في الاول احب افكركم بحاجتين. اول حاجه ترجعوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت عشان الحلقه دي مبنيه بشكل كبير قوي على الحلقات اللي فاتت. وكمان تاني حاجه، شكرا جدا ليكم على تعليقاتكم. كل اللي بيكتب تعليق حلو او بيعمل لايك او بيشيروا مع اصحابكم، شكرا جدا ليكم. ده بيساعدني جدا ان انا اقدر اكمل الكورس ده، ويعني احس ان انا متحمس اكتر. اوكي، فالنهارده هنتكلم عن ايه؟ وطبعا لازم اهم حاجه تشترك في القناه برضو لو عجبك المحتوى. وبس كده نبدا النهارده. والنهارده هنبدا اول حاجه نتكلم عن الابزوربشن لو، وده لو مهم جدا ما اتكلمناش عنه المره اللي فاتت. المره اللي فاتت اتكلمنا عن اكتر من بروبرتي ليها علاقه بالبوليان الجبرا، لكن النهارده هنتكلم عن لو مهم جدا اسمه الابزوربشن لو. وبعد كده هنحل اسئله مع بعض لللوجيك مينيمايزيشن. يعني السؤال هيبقى شكله عامل كده، ادي لك مثلا سؤال زي ده واقول لك الفانكشن الكبيره دي، السيركت الكبيره دي حولها لي بقى لسيركت صغيره او فانكشن صغيره بحيث انها تديني نفس الاوتبوت بالظبط. فاول حاجه هنتكلم عن الابزوربشن لو. ايه هو الابزوربشن لو ده؟ لو بيقول لك ان انت احيانا ممكن يبقى عندك اكسبريشن معين، لكن مثلا مكتوب في الاكسبريشن ده في الليترال ده اتكلمنا عنه، قلنا ان هو يعتبر يعتبر الفاريبل او الكومبلمنت بتاعه، ده بيبقى اسمه الليترال. فالليترال ده انت ممكن تشيله، او الفاريبل ده انت ممكن تشيله من الفانكشن عشان الافكت بتاعه او الافكت بتاع الفاريبل ده بيجيت ابزوربد، يعني بيكون مخفي او بيكون مش ظاهر بسبب وجود الفاريبلز التانية. طب ثانية هتقول لي الكلام ده كبير مش فاهمه. تعال نبدأ باكزامبل نفهم اكتر. تعالى قلت لك دلوقتي انا عندي A or AB. انا بكليم بقول لك ان المفروض الانسر تبقى A، يعني الاكسبريشن ده كله، يعني الفانكشن دي كلها لو A، لو جبت انبوت اسمه A وعملت له اور مع نفس الانبوت A اندد مع البي، هو بالظبط كاني جبت الانبوت A بس. تخيل. طيب انا بقول كده، بقول ان دول لوجيكلي ايكوفالنت لبعض. البي ده بقى ابزورب، مبقاش ليه اي قيمه في المعادله علشان الافكت بتاعه اتشال باجتماع كل الفاريبلز دي في الفانكشن. طب تعالوا نثبت اصلا ان الاثنين دول قد بعض الاول، وعشان نعمل كده تعالوا نيجي عند البرنامج بتاعنا المعتاد اللي هو لوجيزم. طيب انا قلت ان انا عندي A or AB. جميل. طيب A or AB معناها ان انا عندي A معمول لها or مع الاندنج بتاع A و B مع بعض. فنيجي عند البروجكت هنا ونعمل analyze circuit، هيظهر لك التيبل ده، ونيجي على التروث تيبل نبص عليه. طيب لو جينا بصينا على الفاليو بتاعت الاكس هنا وهنا، الاكس هنا وهنا هتبقى عامله ازاي؟ الاكس ده هو الاوتبوت بتاعنا. تعالوا نبص الاوتبوت بيبقى بزيرو امتى. ممكن نقول ان الاوتبوت بزيرو لما يكون الاي بزيرو. طب الاوتبوت ب1 لما يكون الاي ب1. طب البي ليه تاثير؟ ملوش اي تاثير في الحاله دي. ممكن برضو تفكر فيها بشكل تاني لو انت بتحب تجيبها بسرعه، يعني انك تيجي هنا تقول طب انا لو عندي الاي ده دلوقتي مثلا، تعالى نقول ان هو ايه، اجيب لكم قلم بس ثانيه واحده، نقول ان الاي ده بواحد. ماشي. فلو الاي ده بواحد وانا عامل اور كده كده الباقي ده ملوش اي لازمه، ملوش اي قيمه. جميل. طيب لو الاي بزيرو فكده فالفانكشن هتكون معتمده على الايه. طيب لو الاي بزيرو مثلا، هو الاي بزيرو في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ الجزء ده بقى بزيرو مبقاش موجود، والجزء ده بقى عندك زيرو اند بي، فبقت زيرو برضو، وبرضو البي في الحالتين ملهاش تأثير وبقت زيرو. فممكن برضو تجيبها بالشكل السريع ده، لكن بشكل عام الابزوربشن لو ليه اشكال معينه انت هتكون عارفها وهتكون متعود عليها مع الحل الكتير، فهتبقى مش محتاج قوي يعني انك تكتشفه في الامتحان او كده. ده اكزامبل تاني وده شكل تاني للابزوربشن لو عملت لك A or A negation B، ده مفروض ان هو بيدي لك A or B. تعالوا برضو ندي لكم اناليسيس للموضوع ده. نيجي هنا، انا دلوقتي عندي A مدخله في الاور جيت، ومدخله الناحيه التانيه الاندنج بتاع النيجيشن بتاع الاي او النوت بتاع الاي، يعني عديت الاي على النوت جيت ودخلتها على الاند جيت ودخلت البي معاه. فكده هما الاثنين دول دخلوا على الاور هنا. يعني تعالوا برضو عشان تكونوا فاهمين لاقصى درجه، نيجي نكتب هنا A or A not B. اوكي، فده الاكسبريشن بتاع السيركت دي. جميل، الاكسبريشن بتاع السيركت دي. طيب تعالوا برضو نيجي عند البروجكت ونعمل انالايز للسيركت. فهيعمل كمبيوت للتروث تيبل زي ما احنا شايفين، عندنا A و B وده X. لو تلاحظ كده ولو انت فاكر من الحلقة التانية تقريبا لما اتكلمنا عن اللوجيك جيتس، قلنا ان التروث تيبل بتاع الاور جيت هو بالشكل ده، بيكون زيرو
في حالة واحدة بس ان الاتنين زيرو وبيكون 1 في بقية الحالات كلها، وده اللي عندنا بالظبط. فعشان كده ممكن نقول باختصار ان احنا عندنا ايه هو A or B. وبرضه البرنامج ده حلو جدا، اللوجيزم ده ممكن تيجي تعمل له مينيمايز من هنا وهيقول لك ان هو عبارة عن B or A او A or B، كده كده هما الاتنين حاجة واحدة. طبعا لو بتسألوا ايه دي، فهي دي اسمها الكي ماب، دي طريقة للمينيمايزيشن هنتكلم عنها الحلقات اللي جاية، وهي طريقة افكتيف جدا عشان مش دايما هيكون سهل انك تعمل الجبريك مانيبيوليشن زي ما احنا هنعمل النهارده. الجبريك مانيبيوليشن معناها ان احنا نلعب بالالجبرا ونحاول نغير في نلعب ماس والجبرا بحيث ان احنا نوصل لاكسبريشن مينيمايزد. في طرق تانية بتكون اسهل زي الكي ماب وهنتكلم عنها زي ما قلت لكم في الحلقات اللي جايه. اوكي، تعالوا نرجع نكمل. بس فده كان example 2 من الابزوربشن لو. example 3 نفس الفكرة، لو أنا عندي A ended مع negation ال A or B ده المفروض يدينا AB. طيب دي مش محتاجة إثبات ولا أي حاجة، إحنا ممكن نعملها برضه manipulation بسرعة كده، algebraic manipulation. نيجي نوزع ال A على القوس ده، نوزعه هنا ونوزعه هنا، هتبقى A ended مع A node plus A ended مع B. ولو فاكرين لما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القوانين بتاعت بوليان الجبرا، قلنا ان على دول ايه، لو انا عندي A اندد مع A نود دايما هيبقى بزيرو، دي هيكون بزيرو لان انت الاند جيت بيديلك 1 if and only if الاتنين الموجودين ب 1، وفي الحالة دي مستحيل الاتنين يكونوا موجودين ب 1 لان هو نفس الفاريبل والعكس بتاعه. فده هيدينا زيرو زيرو اور اي حاجة هتبقى هي نفس الحاجة، ففي الاخر هيبقى A B. جميل جميل. اوكي نكمل على بس وكده احنا خلصنا الابزوربشن لو، دلوقتي جاهزين ان احنا نخش على شرح الاسئله بتاعتنا. الطريقه دي اسمها minimizing circuits using algebraic manipulations لو انتوا حابين تعرفوا اكتر عنها. فده example 1 وانا جايبه من geeks for geeks زي ما انا كاتب تحت، طويل شويه لكن مفيد. بيقول لك ان الاف دي فانكشن بتاعتنا يعني هي عباره عن الكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كبير جدا، بس هنشوف ازاي بالالجبرا ممكن نخلي الشكل الكبير ده عباره عن سيركت صغيره جدا، وتبقى طبعا اسرع بكتير في الافشنسي بتاعتها. بس في اول خطوه هنا احنا هنبدا ناخد كومن فاكتور بالظبط زي ما احنا بنعمل في الماث بتاعنا، لان هي في الاخر هي الجبرا بس هي دي بوليان الجبرا، بيكون فيها حاجات بسيطه مختلفه زي ان مثلا الفاريبلز بيبقى ليها 0 او 1 بس وهكذا. خدنا A B ونوت C مع بعض كومن فاكتور، وبعدها هيكون عندنا هنا طبعا لما نيجي نعمل division هيبقى عندنا not D or D. بس بعدها or نفس الاكسبريشن ده مش هنعمل فيه حاجه دلوقتي. or برضو خدنا كومن فاكتور من الاكسبريشنز اللي هم هنا A B C D و A not B C D، خدنا كومن فاكتور منهم. ونفس الفكرة في الأخير برضو خدنا كومن فاكتور من الاتنين الأخرى دول، فبقى بالشكل ده A C not D، وهنا بقى B or B prime أو not B. فطبعا not D or D يعني احنا بقول لك ايه، انا بقول لك انا عندي اصلا two values هما 0 و 1، فلما يكون هنا مثلا الدي دي بزيرو، فلما يكون الدي بزيرو دي نقطة هتبقى ب1، لما يكون الدي ب1 دي نقطة هتبقى بزيرو. ففي كل الحالات الأور هيدينا 1 لأن الأور بيدينا 1 لو واحد بس من الاتنين دول كمان 1. فده هيبقى 1، ده هيبقى 1، وده برضه هيبقى 1، وده برضه هيبقى 1، فهنوصل للإكسبريشن ده. تعالوا نمسح علشان يكون الكلام واضح. هنوصل للإكسبريشن ده لأن 1 تايمز أي حاجة بتدينا نفس أي حاجة، أو 1 أندد مع أي حاجة بتدينا نفس الحاجة بالظبط. بس فطبعا يعني الخطة غالبا إن أنت بتحاول تشوف الحاجة الإكسبريشنز اللي فيها literals قليلة وتاخد منها الكومن فاكتور بحيث إن دي هتدي لك حاجات تعرف تتعامل معاها بشكل أحسن. فهناخد الكومن فاكتور من الاتنين دول، أول واحد وآخر واحد هيبقى عندنا الشكل ده، هيبقى عندنا A B و not C or C or الاكسبريشن التاني اللي هو A not B not C D. اوكي، ولو افتكرنا كنا لسه بنتكلم عن الابزوربشن نوع عن الشكل ده، لما يكون عندنا C or not C B ده بيكون equal او logically equivalent to C or B. بس فده بالظبط هو ده، علشان كده هتلاقوا هنا ان ما تفتكروش ان هي اختفت بشكل سحري يعني، لا الافكت بتاع الاكسبريشن ده بالظبط ممكن يسمح ان السي نود دي تبقى ابزورب، متبقاش ليها اي وجود، ومفيش اي اختلاف هيخرج، مفيش اي اختلاف هيطلع في الاوتبوت بتاع السيركت. بس وبعدها نيجي هنا نوزع عادي ال A على الكوز ده، هتبقى A B or A C or الاكسبريشن ده.
بس وهنيجي هنا نستخدم نفس الفكرة، نفس البروبرتي اللي استخدمناها بتاعت الابزوربشن بتاعت example 2 اللي هي دي، هنستخدمها في الآخر هنا مع الاكسبريشنز دي. عندك AB و AB برايم C برايم D، فعندك هنا B و B برايم، ممكن نابزورب ال B برايم وهتبقى بالشكل ده AB AC برايم D. ونفس الفكرة بقى نيجي نكرر نفس البروسيس مع ال AC ومع AC برايم D. عندنا C و C برايم، ممكن نابزورب ال C برايم هنا هتبقى AB plus AC plus AD. طبعا سؤال طويل شوية وفيه لف كتير قوي، بس في الآخر انت بتكسب ان انت بيبقى عندك اكسبريشن كبير قوي زي ده، بتخليه حاجة صغنططة زي اللي في الآخر خالص ده. فده كان أول اكزامبل عندنا وأول سؤال. تعالوا نحل السؤال التاني. السؤال التاني بيقول لك find the simplified term. عندنا الترم ده، عندك A برايم M برايم بس، فعايزين برضو نشوف السمبليفيكيشن بتاع الاكسبريشن ده عامل ازاي، او الفانكشن دي عامل ازاي. انا كاتبه لكم هنا برضو، هي نفس الفكرة يعني. هنبدأ نوزع ال A على القوس، تبقى A هنا و A هنا بس، فهيبقى equal A برايم M برايم or A برايم A برايم times، وهناك احنا عندنا M or M برايم A. هنبدأ نستخدم نفس الفاكت بتاعت الابزوربشن لو مع الاكسبريشن الأول هنا. فلما نيجي نعمل absorption احنا عارفين ان A M برايم or M هيحصل absorption للبرايم شبه السؤال اللي فات بالظبط، هيبقى عندنا A or M. والناحية التانية هنيجي هنا عند ال A برايم احنا عارفين بالإيدمبوتنت لو من الحلقة اللي فاتت ان هي تبقى A برايم، فهيبقى عندنا A برايم M برايم or A برايم times أو ended مع A or M. هنيجي برضه نستخدم الإيدمبوتنت لو كمان مرة هنا، فده هيدينا ال A برايم في الآخر بده بإكزامبل 1 لو فاكرين. بصوا إكزامبل 1 A or A and B is equal to A، فنفس الفكرة هنا بالظبط بس. فده كله على بعضه ال A برايم ده هي كتلة لوحدها، حاجة كاملة مع بعضها متكررة مرتين ومضروبة في حاجة معمول اور بينهم، فعشان كده هنستخدم الابزوربشن، فيبقى عندنا ال A برايم بس. وهي نفس الفكرة A or M يبقى موجود هنا، وبعدها هنبدأ نوزع القوس كمان مرة ال A برايم هنا وهنا، هيبقى عندنا هنا A برايم A or A برايم M. A برايم A هو بالظبط زيرو، لأن أنت عامل أند مع 1 و 0 في كل الحالات، لأن مفيش أي كيس هتخلي ال A والنيجيشن بتاعها يبقى عندهم 1 بنفس الوقت، فهيبقى دايما 0، فده خلاص كانسلد. وهيبقى عندنا or A برايم M بس، فده هيدينا A برايم M في الآخر. والكوميوتاتيفيتي احنا عارفين ان A برايم M هي equal to M A برايم، وعشان كده الإجابة الصح هي الإجابة A M A برايم بس. وده السؤال التالت عندنا النهاردة. هنيجي برضو نفكر فيه. السؤال ده يبان ان هو سهل، بس لازم تعرف التركات بتاعته في الآخر. هنيجي هنا نبدأ ناخد الكومن فاكتور اللي هو T برايم من هنا وهنا. خدنا T برايم كومن فاكتور، وهيبقى عندنا F or F برايم or F برايم. ال F برايم دي هي اللي نزلت هنا، خدوا بالكم بس. ف F or F برايم دايما هيبقى ب1، لأن أنت عارف إن ال F لو ب1 كل الإكسبريشن ده ب1 regardless of إيه اللي موجود هنا، ولو ال F ب0 فمعنى كده إن ال F برايم هتبقى ب1، فالإكسبريشن كله برضه هيبقى ب1. فده هيدينا T برايم or F برايم اللي هو equal برضه بالcommutativity بتاعت ال OR gate F برايم or T برايم. الإجابة موجودة فين؟ إحنا المفروض عندنا F برايم T or T برايم، بس هنلاقيها مش موجودة في الاختيارات خالص، فمعنى كده إن إحنا عارفين إن في حاجة زيادة محتاجة تتعمل. فهنبدأ نستخدم الدي مورجانز لو اللي اتكلمنا عنه وخصصنا له الجزء الأخير كله في الحلقة اللي فاتت. وبالدي مورجانز لو إحنا عارفين إن إحنا ممكن إن ده هو عبارة عن الفكة بتاعة الأندنج بتاع الاتنين معمول لهم نيجيشن في الآخر، فالإجابة الصح هي عبارة عن F T برايم وهي C. ودلوقتي نخش على السؤال الرابع والأخير عندنا في الحلقة. هنا أنا جايب الإجابة دي من النت على طول، ومن من اللينك اللي أنا حاطه تحت ده. فهنبدأ الحل السؤال ده من إحنا ناخد common factor من الإكسبريشن ده. فلما ناخد common factor هيبقى عندك x times 1 or z نود أو z برايم. فلما نيجي نعمل 1 or أي حاجة هيبقى ب1، فالإكسبريشن ده دلوقتي مش موجود، فهيبقى عندنا x or z times x plus xy plus y. نفس الفكرة هنيجي ناخد common factor من آخر اتنين دول مع بعض، ويبقى عندنا x or 1 اللي هو عبارة عن 1. فنيجي هنا نوصل دلوقتي احنا في الستيج دي عندنا x or z
تايمز اكس بلس واي. نفس الفكرة هنوزع الاكس عليهم هما الاتنين بالشكل ده، فيبقى عندنا اكس اكس بلس اكس زد بلس واي. فاكس اكس اللي هي اكس باختصار، اكس زد هتنزل زي ما هي وواي تنزل زي ما هي. دلوقتي كمان مرة ناخد الاكس كومن فاكتور. هياخدوا بالكم ان احنا لما نلاقي كومن فاكتور غالبا بناخده، يعني بناخد كومن فاكتور وبنشوف بعضها بيحصل ايه. بيجي 1 اور زد اللي هو عبارة عن 1، وفي الاخر بيتبقى اكس اور واي، وهي دي الاجابة الرقم دي. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا جدا ليكم للمشاهدة، متنسوش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شيروا الفيديو مع اصحابكم، وقولوا لي اي فيدباك، حاجة عايزين نطورها، حاجة عايزين نشرحها اكتر في كورس الديجيتال ديزاين ليفل 1. بس شكرا جدا ليكم للمشاهدة، مع السلامة.